هنعمل كنافة سهلة وبسيطة. كل اللي محتاجينه كنافة، وعايزين سمنة وزيت او زبدة وزيت، عايزين نص كوباية سكر. هنعمل صينيتين، واحدة سادة واحدة محشية. السادة الاول هنعملها، هنحط الاول السمنة والزيت مع الكنافة، ونقلب الكنافة لغاية لما نخلي الدهين كله اللي هو الزيت والسمنة كله يدخل في الكنافة كلها. وهنضيف السكر ونقلب كلهم مع بعض. كل ما نقلب اكتر كل ما السمنة والزيت هيمسك في الكنافة كلها، هتبقى كل الكنافة فيها سمنة وزيت، ما تبقاش فيها اماكن ما فيهاش حاجة. وكده قلبنا الكنافة بتاعتنا كويس. هنجيب الصينية بتاعتنا، هنفرد الكنافة بتاعتنا في الصينية كل الاماكن، نوزعها على الصينية كلها. واحنا بنفرد نوزع، منسيبش اماكن فيها حتة مكلكعة، كله يتفرد في اماكنه. واحنا بنفرد نوزع معانا. المقدار اللي معايا ده نص كيلو. كل صينية بتاخد نص كيلو. الصينية الواحدة بتاخد لها الشراب بتاعها، السيرب، بتاخد كوبايتين سكر وكوبايتين مية. احنا كده عملنا الصينية بتاعتنا بالنص كيلو الكنافة بتاعها. وكده هنجيب صينية فاضية ونكبس الصينية بتاعتنا اللي احنا عملناها عشان السطح بتاعها يبقى مسطح، ما يبقاش مموج. نفضل نكبس لغاية لما نضغط عليها جامد. وكده الصينية بتاعتنا بقت جاهزة، هندخلها الفرن. الصينية التانية اللي هنعملها اللي هنحشيها في النص، هنحط الحشوة بتاعتها في النص جوز هند وفول وزبيب. هنفرد برضو اول طبقة، هناخد نص كيلو، يعني هناخد نص الكمية ونفرد اول طبقة في الصينية، بس نحط الكمية الاكتر من تحت. هنفرد ونوزع في الصينية كلها ونضغط بايدينا. هناخد الحشوة بتاعتنا ونوزعها في الصينية. نوزع في كل الاماكن نوزع فيها. كل ما نكتر الحشوة كل ما بتبقى الحشوة بتبقى فيها حلوة لما بتبقى كتيرة من جوه. ونوزع بقية الكنافة من فوق. اهم حاجة ان احنا ما نخليش حاجة باينة من الحشوة على اساس النار ما تحرقها. وكده الصينيتين بتاعتنا جاهزت، الكنافة السادة والمحشية. هندخلهم الفرن. كده بعد ما طلعوا من الفرن وشربناهم السيرب بتاعنا، هنشوف الكنافة بتاعتنا واحنا بنقدمها دلوقتي. كده الكنافة بتاعتنا جاهزت اللي احنا عملناها السادة والمحشية. نشوف المحشية اللي بالكنافة بالزبيب اهو ظاهر، والفول والجوز الهند. ودي السادة ده مع بعض، السكر بتاعها جميل وطعمها جميل خالص. والسادة لو عجبكم الفيديو بتاعنا ما تنسوش تعملوا شير ولايك للفيديو، ولأول مرة تشوفوا الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب. وبالهنا والشفا، باي باي.